السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم غادي نقدم لكم طبق الكسكس المغربي الاصيل اللي كيجي شهوه منه، كيجي بنين ورائع، والاهم انه ناجح 100%. نتمنى ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلكم اي جديد. يلا نبداو في طريقه التحضير. بسم الله على بركه الله البنات. غنحتاجو في مقادير ديال الكسكسو. كنحتاجو هنا اللحم يكون على حسب عدد الافراد الاسره ديالكم نتوما والقدر المستطاع ديالكم. كنحتاجو واحد الكاس ديال الزيت مخلطه فيه زيت روميه وزيت بلديه. كنحتاجو واحد المعلقه ديال السمن. هنا انا عندي حار شويه. معلقه صغيره ديال الابزار تكون عامره حيت الكسكسو كيبغي الابزار. معلقه ديال السكينجبير عامره، معلقه ديال الخرقوم عامره، ومعلقه ديال الملح، والملح كيبقى على حسب الذوق ديالكم. ديك الساعه نتوما غتذوقوا وتشوفوا. عندنا واحد البصيله كبيره مشلضه، انا ما بغيتش نشلضها هكا مربعات صغيره، كنبغيها هكا شنايف. عندنا واحد 4 المطيشه هكا محكوكين اللي غنزيدهم مع القرعه. عندنا واحد 3 المطيشات غادي نقلي بهم مع اللحم. عندنا واحد زلافه ديال الحمص. الحمص البنات كنكون مفزكاه ليله كامله، مغسول ومفزك. هنا عندنا البنات كسكسو، انا احتاجيت الرقيق. نتوما على حساب بغيتو تاخذوا المتوسط خذوه. بالنسبه للخضره ديال الكسكسو البنات احتاجيت فيها هنا خيزو. اختاريت انا 3 الانواع ديال اللفت، عندي اللفت الموف واللفت الصفر واللفت الابيض. عندنا ليشو، عندنا القرعه الحمراء، وعندنا واحد ربيطه ديال القزبر ومعدنوس. عندنا واحد 2 كورجيت اللي كيبغيها، وعندنا 2 مزاود ديال الحار. بسم الله على بركه الله. غادي ناخذ هاد اللحيمه ديالنا. غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال الخرقوم، معلقه ديال السكينجبير عامره البنات، الكسكسو كيبغي الاقامه. معلقه كبيره ديال الملح. هنا البنات غادي ناخذ تقريبا واحد الكاس ديال الماء باش غادي نمشي تقلوا لنا فيه هاد العطريه. عندنا معلقه ديال البزار، نتوما على حسابكم، على حسب الذوق ديالكم. كاين اللي ما تيحتاجش البزار بزاف. واحد المعلقه، نص معلقه ديال السمن، نخليو الباقي في الاخير. درنا ديك البصيله البنات اللي قطعنا معاكم. غادي نزيد مطيشه. هنا السر البنات ديال الكسكسو باش كيجيكم زوين. انا ما كنديرش الزيت في الاول، كنقلي العطريه واللحم وبصيله مطيشه شويه السمن، كنقليهم مع الماء، ما كنديرش الزيت باش داك اللحم يتشرب هذيك العطريه. صافي البنات كنخليو هذيك اللحيمه والبصيله ومطيشه والعطريه والماء يتقلاو مع ديك نص معلقه ديال السمن حتى كيتشرب لينا اللحم مزيان العطريه. نصيحه البنات ما ديروش الزيت باش ما حيت لا درتو الزيت ما كيخليش اللحم ديالكم يجي بنين وما كيخليش يتشرب العطريه. هذه نصيحه، ديروا الماء ديما البنات بغيتو نصبوا اللحم ولا سواء الدجاج سواء اللحم مع العطريه مع الماء، ما ديروش الزيت في الاول. المهم البنات غادي نغطيوها دابا ونخليوها حتى تتقلى ونرجع معاكم. المهم البنات بعد ما قللنا اللحم تقريبا 5 دقائق كاع ولا 7 دقائق، غادي دابا نزيدو الحمص باش حتى هو تدخل فيه ديك العطريه ويجي بنين. دابا غادي نزيدو الزيت، داك الكاس ما بين زيت رومي وزيت الزيتون. صافي غادي نزيدو دابا ان شاء الله الخضره، نرويو ونزيدو الخضره. صافي البنات من بعد ما تقلى لينا الحمص دابا غادي نرويو بالماء كافي باش نزيدو ليه خضيره. بسم الله. صافي البنات غادي تنوض لينا دابا، غير تجالب لينا هكا البرمه. صافي غادي نديرو الخضره اللي كتهز الطياب. المهم البنات بعد ما غلات لينا هكا البريمه غادي نديرو دابا الخضره اللي كتهز الطياب. غنبداو بليشو. بسم الله. غناخدو خيزو، غنديرو الفيته، غنديرو واحد القبيطه ديال القزبر ومعدنوس،
صافي البنات. وغنخليو هذيك الخضيره اللي او الكورجيت وغنخليهم حتى التالي وعاد نزيدهم. ندوزو نسقيو كسكسو. المهم البنات دابا غادي ناخذ القصريه غادي نديرو فيها الكسكسو ديالنا. نتوما البنات خذوا النوعيه اللي فايتين مجربينه وناجح معاكم. حنا عندنا نص كيلو ديال الكسكسو رقيق. صافي دابا غادي نبداو نشربو بشويه بشويه. في الاول البنات ما تشربوش بزاف باش ما يعجنش ليكم بالنسبه للمبتدئات. صافي البنات دابا غادي هكا نبقاو نشربوا فيه بشويه بشويه، نبقاو نخويو الماء بشويه بشويه صافي حتى كيتشرب لينا مزيان. صافي البنات دابا غادي نخليوه حتى كينشف شويه صافي وعاد ندوزو نديرو في الكسكاس. المهم البنات بعد ما تشرب لينا الكسكسو غنديرو دابا في الكسكاس باش نفورو. المهم البنات دابا درنا كسكسو في الكسكاس باش نديوه يفور. البرمات بدات كتغلي لينا. غنديرو دابا الكسكسو يفور. بعد ما يفور البنات ونرجع معاكم. بعد ما خلينا الكسكسو فار لينا ربع ساعه دابا غنزلوه في القصريه. غادي نغطيو البريمه ديالنا صافي وندوزو باش نحلو الكسكسو. المهم البنات غادي ناخذ واحد 2 معالق ديال الزيت هكاك، زيت الرومي، زيت النباتيه، حيت في الاول ما درناش ليه الزيت شربناه غير بالماء. دابا غنبداو نفكو فيه نحلو. صافي البنات غادي نبقاو معاه هكا حتى نحلو دوك الكويرات كاملين. بقاو تزيدوا الماء غير بشويه بشويه البنات حتى يتحلوا معاكم الماء. هو الماء الكسكسو قد ما عطيتوه الماء قد ما كيجي زوين، كيجي طايب. ملي كتفوروه ما تخافوش منه، غير ما تكثروش ليه الماء ثاني بزاف باش تخليو ثاني فين يتسقى بالروا ديال المرق ديالنا باش كيجي بنين. اي كويره البنات بانت لكم حلوها غير بيديكم. خليوه دابا حتى كيتشرب معانا ونرجع معاكم باش نزيدوا الفوره الثانيه. المهم البنات ها هو الكسكسو ديالنا بعد ما تشرب راه كيجي حبه على حبه وكيتضاعف الحجم ديالو كيتزاد البنات. دابا غادي نبداو نديرو في الكسكاس باش نفوروه التفويره الثانيه. تبعوا هاد المراحل اللي قلت لكم راه غادي يجي ينجح معكم الكسكسو، ما غاديش الا يجي معجن لا حتى شي حاجه، غيجيكم زوين. دابا درنا الكسكسو في الكسكاس غنديوه للبريمه. غنخليوه واحد الفوره الثانيه واحد 10 دقائق، ما تخليوش بحال الاول خليناه ربع ساعه. الفوره الثانيه غادي نديرو غير 10 دقائق تقريبا هكاك غادي يفور لينا ونرجع معاكم. المهم البنات بعد ما فار لينا الكسكسو الفوره الثانيه دابا غادي نحطوه في القصريه. الخضره اللي تبقات لينا نزيدو دابا قريعه، نزيدو هذيك الكورجيت، غادي نزيدو الفلفله حاره، نزيد داك اللي كيبغي، اللي ما كيبغيش بلا ما يديرو. دابا غادي ناخذو نزيدو هاد المطيشه، ضروري البنات نزيدو واحد شويه الابزار ضروري في الخضره اللي كنزيدو في الاخر باش تجي بنينه حتى هي. اللي كيبغي الحار يدير، ما كيبغيش يتكافى غير بداك الشيء اللي دار في الاول. نزيدو غير واحد شويه الملحه، واحد شويه ما تكثروش، غير باش تجي ديك الخضره اللي زدنا دابا بنينه. المهم دابا البنات غادي نبداو نبردو فيه. البنات نزيدو واحد المعلقه ديال الملح في الكسكسو باش يجيكم بنين، ما تنساوهاش البنات، راه كيجي زوين وكيجي رطب البنات، كتجي حبه على حبه كيجي ناجح. تخافوش الا كثرتو فيه الماء، غير عطيوه الماء. هو الكسكسو راه قد ما عطيتيه الماء كيجي مزيان.
كيجي محلول ليكم وكيجي رطب. صافي البنات دابا عطيناه الماء الكافي. واحد السر البنات الا بغيتو تعرفوا الكسكسو نجح معاكم كديروا ليه هكا. صافي ملي تيتكور معاكم راه شارب الماء الكافي ديالو. صافي دابا صافي البنات غادي نديروه في الكسكاس. تشوفوا الثالثه ان شاء الله. راه كيجي محلول كيتعجن ما حتى شي حاجه البنات. ها نتوما صافي البنات دابا غادي نديروه باش يفور تفويره الثالثه ان شاء الله. صافي ورجع معكم. المهم البنات دابا هذه الفوره الاخيره اللي ديال الكسكسو غادي نحطوها دابا في القصريه. بعد ما فرنا كسكسو مزيان دابا غنزيدوا واحد حلقه ديال السمن هذيك اللي كانت بقات لينا اللي كدرنا النص في الاول ودابا زدنا هذه. صافي ها البلول البنات كيفاش كيجي راه كيجي خاتر وكيجي بنين. صافي دابا البنات بعد ما قادين الكسكسو في القصريه قاديناه مزيان. صافي دابا غادي نبداو نسقيو. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا البلول كيفاش كيجي راه كيجي خاتر وكيجي بنين. وانا متاكده البنات الا جربتوه غادي ينجح معكم هذا الكسكسو بهذه الطريقه اللي عطيتكم وبهذه النصائح. نتمنى تجربوها ان شاء الله البنات وينال اعجابكم. المهم انا غادي دابا نسقي كامل. المهم لكم الاختيار، كاين اللي كيبغي يتسقي وكاين اللي ما كيبغيش. المهم انا كنسقيه دابا كاع اللي كيبانوا لي البلايص هكا باقي ناشفين كنسقيهم. دابا غادي ناخذوا القريعه ناخذوا اللحيه صافي. دابا غادي نبداو نستفوا في الخضيره. نكملوا دابا حتى السيفه ديال الخضره. المهم البنات بعد ما نكملوا الخضره ونرجع معكم. المهم البنات بعد ما استفنا الخضيره كامله سقينا القصريه صافي غادي نزيد غير لنا واحد الجنيبات هكا بيضين باقيين بلا تسقيه. نتوما البلوله البنات راه كيجي خاتر. هانتوما كيف ما كتشوفوا صافي البنات هذه قصيرتنا. البنات هذا هو الطبق الاخير ديال الكسكسو كيفاش جا راه كيجي زوين وكتجي غزال كتجي غزاله القصريه. نتمنى ان شاء الله تجربوا النصائح كامله اللي عطيتكم باش يصدق معكم الكسكسو. وانا متاكده غادي ينجح معكم من اول مره الا تبعتوا طريقتي. ونتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. وما تنساوش البنات الى جربتوا الوصفه تديروا لي لايك واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. بسلام عليكم البنات ان شاء الله في الفيديو الجاي.